السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلم الجزر في المنام لابن سيرين والإمام النابلسي. يقول ابن سيرين: رؤية الجزر في المنام بتدل على تسهيل أمر صعب. إذا رأى النائم إنه يحمل بيده جزرة وأكل الجزر في المنام بيدل على هموم غالية وأحزان. وكذلك من رأى أنه يأخذ جزرة في الحلم من غيره دلت رؤياه على الهم والحزن. وأكل الجزر في المنام بيدل على الرزق أو المنفعة، لكنه لا يخلو من بعض التعب والجهد بسبب قسوة الجزر. وقيل أكل الجزر الحلو في المنام بيدل على صلح بعد خصوم. وكمان بنقول إن تفسير أكل الجزر المالح في المنام بيدل على جهد ضائع في العمل أو في طلب الرزق. ربما دل الجزر المالح في المنام على المتاعب والهموم، لأن الملح في المنام مكروه في غير موضعه. أما أكل الجزر المر في الحلم لا خير فيه، وبتدل رؤية أكل جزرة مرة على مرارة في العيش وصعوبة في تحقيق الرغبات والأماني، وذلك بعد حزن ونكد. ومرة أنه يختار الجزر في الحلم من بين خضروات أخرى ويأكله، فهو ينال منفعة أقل من جهده. وربما اختار بين أمرين وكان خياره غير موفق دون أن يحصل له ضرر. وعلى الأخص من رأى أنه يأخذ الجزر ويترك الطماطم أو الخيار. ورؤية الجزر عليه طين وتراب في المنام أو أكل جزرة عليها تراب في الحلم أقوى في الدلالة على الجهد والتعب في سبيل الرزق. فإن كان التراب على الجزر في الحلم جافا دل على مال أكثر وفرة، وأما إن كان وحلا أو طينا فهو رزق فيه شبهة أو يكون بسببه حزن. أما أكل الجزر الفاسد في المنام أيضا بيدل على مال مشبوه أو يدل على خسارة بسبب سوء التقدير. وقيل إن أكل الجزر مع ورقة في المنام بيدل على مال من عمل ينمو ويتسع ويكون أوله صعب وآخره أحسن. أما أكل الجزر الأسود في المنام أو الجزر الأرجواني أقوى في الدلالة على الحزن والكآبة. أما أكل الجزر الأصفر في المنام فقد يدل على حسد أو مرض. أما عصير الجزر في المنام بشارة خير للرأي. عصير الجزر في المنام بيدل على فرج بعد كرب وعلى سهولة تحقيق الأماني. فمن رأى أنه يعصر الجزر في الحلم فهو يحصل على خلاصة أمر فيه منفعة من عمل أو علاقة. وشرب عصير الجزر في المنام منفعة وصحة، كما بيدل شرب عصير الجزر في المنام على مال سهل من حيث لا يحتسب الرائي. وكل ذلك على أن يكون العصير في المنام طيب المذاق حلو. وتأشير الجزر في المنام بيدل على البحث في أمر دون جدوى، لأن الجزر لونه واحد في القشرة وما تحتها. وتنظيف الجزر من التراب في المنام بيدل على خسارة، إلا إن جمع الرأي التراب يدل على رزق. من رأى أنه يقشر الجزر في المنام ويعطي غيره فهو يكون نعم السند ويستطيع التخفيف عن الآخرين في أحزانهم. كذلك تقطيع الجزر في الحلم بيدل على مواساة في الهموم. وقيل إن تقطيع الجزر في المنام بيدل على تقسيم إرث قليل ومنفعة الرائي منه قليلة. الجزر المبشور في المنام بيدل على تسيير الأمور. أما بالنسبة لتفسير رؤية أكل الجزر في منام الفتاة العزباء، بنقول إن أكل الجزر في المنام للعزباء بيدل على خطيب لا تميل إليها نفسها ولا يكون كما تحب، وذلك لقول النابلسي إن الجزر في المنام بيدل على رجل سمج. وربما دل أكل الجزر في المنام للعزباء على حاجتها إلى المزيد من الصبر والرؤية وحاجتها إلى إمعان النظر. أما تقشير وتقطيع الجزر في حلم العزباء بيدل على معالجة بعض المشاكل العالقة. أما طبخ الجزر في المنام للعزباء بيدل على السعادة والخيرات الكثيرة. ورؤية الجزر المطبوخ في الحلم للبنت العزباء بترمز إلى سهولة السعي وتحقيق ما تريد. ومن رأت إنها تأكل الجزر المطبوخ المهروس في المنام فهو شفاء لها من المرض. وربما دل أكل الجزر في المنام للعزباء على تعلقها بأحد صديقاتها وتأثرها الشديد بها سواء كانت جيدة أم سيئة. ويدل شرب عصير الجزر في المنام للعزباء على منفعة خالصة سهلة تأتيها دون عناء. والجزر في المنام للمتزوجة بيدل على انحصار مشكلة في حياتها وانتهاء أمر ما من أمورها. فإن كانت في خلافات مع زوجها دل حلم الجزر على إيجاد الحلول. أما إذا رأت المرأة المتزوجة إنها تشتري الجزر في المنام فهي تشتري راحة بالها وتنال خير بإذن الله. أكل الجزر في المنام بيدل على كلام تسمعه للمتزوجة فيه توبيخ من شخص محب. وحلم أكل الجزر الحلو للمتزوجة بيدل على سماع نصيحة نافعة أو كلام يجلب لها السعادة. أما تفسير رؤية البسلة والجزر في المنام للمتزوجة
فهي بترمز إلى راحة هي في حياتها ورزق لها هي وزوجها. ويتم وإن مر ببعض الصعاب. أما طبخ البازلاء والجزر في المنام للمرأة المتزوجة بيدل على الدخول في عمل نافع أو شراكة مربحة بالحلال. وكمان بيرمز الجزر في منام المرأة الحامل على حاجتها للتغذية جيدة، وربما احتاجت للجزر نفسه في غذائها. والجزر في المنام للحامل بيدل أيضا على بعض التعب في حملها لصعوبة أكل الجزر وقسوته. وعلى العكس من ذلك شرب عصير الجزر في المنام للحامل الذي يدل على تسيير أمور الولادة. وقد يدل عصير الجزر في الحلم للمرأة الحامل على حاجتها للمساعدة من المقربين. والله أعلم. رؤية الميت يعطي الجزر في المنام بيدل على فعل سيء يقوم به الرؤي، والميت في الحلم بيبعده عنه، وذلك لقول النابلسي إن الجزر في المنام ردع وزجر. وربما دل أخذ الجزر من الميت في المنام على أخذ شيء من ميراثه، وبيكون قليل أو نيل منفعة من أهل الميت. أما رؤية إعطاء الجزر للميت في المنام فبتدل على خسارة يتعرض له الرائي في ماله، أو على أزمة تسبب له الحزن. وكذلك من رأى الميت يأخذ الجزر في المنام. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.